3 أماكن في اسكندرية هيغيروا مودك 180 درجة، وده أولهم. لو عايز مكان هادي على البحر يغير لك مودك وينفع لقعدة عائلية أو شبابية هادية، فالمكان ده هو أنسب مكان. من أول مكانه اللي على البحر على طول للقعدة والفايبس الهادية اللي هتخلي عندك راحة نفسية من أول ما تدخل المكان. أما الحلويات وشكلها اللي هيخليك عايز تجربهم كلهم، وكمان بيعملوا كل المشروبات السخنة والساقعة. طلبت أول حاجة الآيس كوفي كلاسيك، واللي شكله وريحته ظبطوا أول 10% من مودي. طعم القهوة كان مركز جدا ومستخدمين نوع لبن كويس، ولكن خلي بالك ان ده بيكون من غير سكر وبيكون مر شوية. لو ما بتحبش مرارة القهوة يبقى زود له سكر. لو عرفتوا انا فين اعملوا لايك وفولو واكتبوا لي في الكومنتات. تاني حاجة طلبت الايس كوفي فرابي كراميل، وده بقى كان اختراع بالذات في الحر اللي كنا فيه، وطعمه كان روعة مع انه المفروض يكون مسكر قوي، ولكن لقيت العكس مظبوط على الشعرة. طعم الايس كريم مع ميكس الكراميل كان حكاية دوبني. ونيجي بقى لأساس المكان وهو الحلويات. طلبت تشيز كيك نوتيلا، ودي بقى كانت حوار. طعم النوتيلا مع ميكس التشيز وطبقة البسكوت رهيب. التشيز لوحدها طعمها جامد جدا، اما البسكوت معمول بالزبدة مخلية طعمه حكاية. أول قطمة دوبتني. وتاني حاجة بقى كانت التشيز كيك راسبيري، واللي عجبني فيها إن الصوص اللي فوق هو صوص طبيعي مش صناعي، على عكس أماكن تانية كتير. ونفس الموضوع التشيز مع ميكس البسكوت كانت ملهاش حل. لو انت بطل من الأبطال اللي وصلوا لحد دلوقتي وعجبكم الفيديو، لايك وشير للفيديو ومتابعة للصفحة علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.